إذن هذه نتائج الجولة ضمن الدور 32. إسبانيا تتفوق على النمسا، البرتغال على كرواتيا، ولكن نبدو بالمحور الرئيسي خسارة الجزائر ووداع مونديال 2026. استاذ فتحي، هل يستحق هذا الجيل من لاعبي الجزائر، خصوصا وأن هناك من يرى أنه جيل امتداد لجيل سابق ومشروع وبداية لمشروع قادم؟ هل يستحق هذا الجيل هذه النهاية، وهل يستحق نقد كبير بعد وداعه للمونديال؟ من لا يستحق اسم الجزائر هو المدرب بيتكوفيتش، لأنه عمل تصريح أكثر من الانسحاب. راهو الانسحاب كرة تربح تخسر، لكن أنه يخرج بيتكوفيتش بعد المطار ويعمل تصريح مستفز جدا نسمع فيه مش نصدق، لأنه يقول حققنا أهدافنا، احنا كانت غايتنا وأن نوصل نتجاوز الدور الأول، وإذا حققنا أحلامنا. تقول لي أنا شو نقول له بيتكوفيتش؟ قل له سي بيتكوفيتش ليس له طموح، من ليس له طموح يروح تروح، لأنه الاستفزاز جاء بهذه الطريقة. شعب كامل 45 مليون يحلموا، إذا كان مش أكثر، من تونس ومن المغرب ومن غيره ومن مصر ساهرين معاكم. قلتوا لنا باش نلعبوا باش نربحوا باش نعملوا، من بعد تجيني بعد المقابلة تقول لي هذاك هو معناها خسارة أمر طبيعي. والله تخسر مع اسبانيا، تخسر مع البرتغال، تخسر مع فرنسا، ممكن مع الارجنتين، مع ممكن تخسر مع سويسرا، وبهذه الطريقه، خاصه بهذه الطريقه. تعرف فاش لخصها المقابله؟ لخصها سويسرا، قالوا لنا خذوا الكره مش تحبوا، واحنا يا جزائر هم الهدايا، زوز اهداف هدايا، راهو هدايا صحيح نتاع فريق هيك. علاش المدرب انا قطع نظر على التصريح؟ انت بيب جوارديولا تلعب بلاش مهاجم صريح، كان عرفتك الجديده مهاجم وهمي، هذا ينجموها كان اللي عنده مان سيتي وعنده بايرن ويلعب لك مهاجم وهمي. انت خليتنا في الوهم، لا مهاجم وهمي يلقينا الوهم، يلقينا المهاجم. ثم كي نتفرج في الجزائر البارح، والله من العشر دقائق الاولى الجزائر واحده بشيرات، اول كره فاتوا نصف الميدان حطوها في الشبكه، والمدافع انا سبت المدافع الجزائري يتبع في المهاجم، ما تقولش عليه، يقول له تفضل امشي 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 حتى لين وصل له وياخذ ما بين ثلاثه. لا مش هذا. ثم اول دقيقه في الشوط الثاني في اوقاتك المدمره 46 نقول انا المنتخب الجزائري حقيقه فما نهايه جيل، لانه اللاعبين برشا قدموا من البارح، اعلنوا انهم يغادروا محرز وغيره، ولكن فما جيل جديد، هذه برشا لاعبين وبرشا لاعبين. نحب نقول لك الجيل الجديد بالدم الجديد ما يكونش مع مدرب ما عندوش طموح، مع مدرب يعتبر انه قام بالانجاز. فتحي المولدي يرى بارقة امل في هذا المنتخب، لكن اختلافك او وجهة نظرك تختلف في الطريق يعني. بالطبع معناها لعبوا كانه، سامحني ساعه وشوف مدرب، ما نعرفش انا نتكلم تحت رقابه الناس اعلاميين بركلها تبعوا كره، وقت اللي الدفاع مش منظم، وكل معناها كل هجوم كذا مشكله كل هجوم مشكله، هجوم ماهوش منظم، معناها هجوم بلاش قلب هجوم. المشكله ما عادش في اللاعبين، المشكله ما عادش في اللاعبين. طيب المشكله مشكله مدرب ربما احترم سويسرا لانها بلادي، لكن ما احترمش الجزائر. طيب اعتقد ان هذه الملاحظات تكلم عليها الجمالين، جمال المغرب اللي هو جمال الصطايفي، تكلم عليها ايضا حتى
جمال بالعمري، وكانت فيه ملاحظات واضحة وصريحة صحيح. فنيا تتمثل في جوهر انتشار اللاعبين، الخطة، الأسلوب، عدة تفاصيل أعتقد أن تطرقتوا لها، وأنا استمعت جيدا لتصريحات بالعامري آمس. لكن هذا ما يخليناش اليوم أن نفكروا وننظروا بنظرة استشراقية. حقيقة الجزائر عندها جيل، الجزائر اسمها مرعب على صعيد القارة الأفريقية، الجزائر لها حضور دولي. كابتن جمال، بين الوضعية الحالية وعدم انهيار كامل وتهديم المستقبل، كيف يكون التعاطي اليوم؟ وهو هناك مستويين يعني في مناقشة مشاركة المنتخب الجزائري. المستوى العام هو المنتخب الجزائري من أين جاء، يعني الكأس العالم. المنتخب الجزائري يعني عاش مرحلة جمال بالماضي، كان فيها اللقب القاري، لكن بعد ذلك لم يشارك يعني في المونديال، وكان قريب من ذلك. أقصي مرتين يعني من الدور الأول لكأس إفريقيا الأمم. بعد ذلك حدث تغيير، فجاء المدرب بيتكوفيتش. البيتكوفيتش ايضا كانت عليه الكثير من الملاحظات، لكن النقاش بخصوص الملاحظات يعني باداء بيتكوفيتش وتعامله مع المباريات لم يكن يصل الى مرحله النقد العاقل، لانه احيانا كان انجرار وراء بعض النتائج الظرفيه، نتائج خدماته. يعني لو التاهل الى كاس العالم اليوم لا بالنسبه للمنتخبات شمال افريقيا لم يعد انجازا، لانه المقاعد اليوم 9 مقاعد ونصف وتصل الى 10، فبالتالي لا يجب ان يكون اداه لتقييم عمل المدربين. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، المنتخب الجزائري شارك في كاس افريقيا الامم 2025. انذاك ايضا كانت الكثير من الملاحظات بخصوص اداء بيتكوفيتش. كم استقبل من اهداف المنتخب الجزائري في كاس افريقيا؟ في 5 مباريات استقبل 4 أهداف، بمعنى وامام مباراه نيجيريا اختفى يعني المنتخب الجزائري. سيطر المنتخب النيجيري بالطول وبالعرض على تلك المباراه. ناتي الى كاس العالم، كم اهتزت شباك المنتخب الجزائري؟ اهتزت 9 مرات، رقم كبير بالنسبه للمنتخب الجزائري. ماذا يعني ذلك؟ يعني وذلك تحدثنا عنه يوم امس عن الصلابه الدفاعيه، يعني ان المنظومه الدفاعيه للمنتخب الجزائري فيها اشكالات كبيره. صحيح. وانه ليس هناك تطور او تحسين للمنظومه الدفاعيه، اشكالات كبيره جدا. صحيح ثنائيه رامي بن السبعيني وعيسى ماندي منذ مده، ولكن المنظومه بشكل عام صحيح. فيها اشكالات كبيره، والمدرب لم يعالج هذه الامور. بالعكس، تأتي إلى مباراة سويسرا وتلعب يعني بمهاجم وهمي وليس لديك مواصفات المهاجم وهمي، بالتالي حقيقة الجزائر لم تكن أمام يعني مهاجم وهمي، كانت أمام مدرب وهمي هو بيتكوفيتش، لأنه لم يقدم أي شيء بالنسبة للمنتخب الجزائري. الجانب الآخر أيضا، أنت مقبل على كأس العالم، لماذا سأجدد عقد المدرب قبل انطلاق كأس العالم والنتيجة لم تتحقق بعد؟ المدرب حينما يتحدث أنني حققت أهدافي هو ذكي، هو يعرف لمن يوجه الخطاب، لأنه فعلا في عقدة أهدافه تجاوز الدور الأول. لكن الدور الأول يعني في 48 منتخب وليس في 32 منتخب. وهنا من يلام ليس بيتكوفيتش، لأنه العقود هو أبرمه مع الاتحاد الجزائري. في من يراها بجانب آخر حقيقة، يعني يقول لك أنك أنت تجدد الثقة تحفيز في المدرب، فمن انعكاسات إيجابية. لا، هذا التحفيز يعني يكون حينما تبدو بعض الامور ايجابيه. لا، قد تكون ورقه مصوبه بالنسبه لك انت كاتحاد كوره. انت كمدرب ماشي كاس العالم، انا نجدد لك العقد في حاله انت في حاله ما انا مؤمن، عندك اهداف معينه، في حاله انت مؤمن يعني بالمشروع الكروي وبالعمل الذي يقدمه المدرب، ولكن في خلال يعني هذا المسار لم تكن هناك بوادر تحسن، علما انه المنتخب الجزائري لديه عدد من يعني اللاعبين المميزين. ايضا اختيارات كان فيها اشكال. بن ناصر، اين هو بن ناصر؟ صمام امان وسط ميدان المنتخب الجزائري، لماذا ابعد يعني عن لائحه المنتخب الجزائري؟ قلب هجوم غير متواجد بالنسبه للمنتخب الجزائري، منظومه دفاعيه ايضا يعني لو ما كانش هذا المدرب يقف على الخطوط وبهذه العناصر، هو في الواقع تتوقع ان الشكل يكون افضل؟ هو الجزائر كانت تلعب في الحقيقه بدون مدرب، لان الاشكالات تتكرر. حينما اشكالات تتكرر المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه، بمعنى ان عمل المدرب ليست لديه بصمات، لا يطور اداء المجموعه مع هذا المدرب. هل تطور الاداء الفردي لبعض اللاعبين؟ هل تطور الاداء الجماعي للمنتخب الجزائري؟ حينما لا يتطور الاداء الفردي ولا يتطور الاداء الجماعي، فالاشكال تقني تأطيري. وفي كل الاحوال يعني بالنسبه للمنتخب الجزائري ايضا لا يمكن ان يهدم كل شيء،
لانه بعض يعني لابد ان تبني على هذه النتيجه، لانه في كل الاحوال المنتخب الجزائري غاب عن مونديال 2018، غاب عن مونديال 2022، وعاد مره اخرى الوضع اكثر ما يمكن ايجابيه ان تبني عليه هو العناصر من وقت الشابه. سابق. هما العناصر الشابه، فانا غير مقبول ان لاعب وسط ميدان لانه يصبح هو قلب هجوم وهبي. ضيعتيه في وسط الميدان، صحيح، خسرت في مركزه وضعتيه فعلا في قلب الهجوم ولم تستفد، وبانت يعني منذ البدايه في عمليه استقبال الكره، في عمليه التحرك في مربع العمليات ظهرت هذه الامور. وحنا قلنا قبل انه اذا غابت الصلابه الدفاعيه على المنتخب الجزائري ستكون المهمه صعبه، وانه كان يحتاج للدقه اكثر.